شوية رز، عملت احلى نوعين من الرز بلبن. تعالى اقول لكم عملته ازاي. حاجه كده اللهم بارك، حطي لايك من ايديكي الحلوه واشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. عندي كوبايه ونص من الرز، نقعتهم في ميه لمده 10 دقايق عشان الرز عندي ما ياخدش وقت في السوا ولا ياخد كميه ميه كتير ولا حليب كمان. الطريقه دي يا بنات حلوه قوي. خلاص كده عندي 3 كوبايات من الحليب، 3 كوبايات من الميه سوري، وسبتهم يغلوا كويس جدا. ضفت عليهم كوبايه ونص من الحليب، ودول بعد ما الرز يتهري اكتر اكتر. طبعا لما هنا تهدي النار الرز هتلاقيه داب معاكي بسرعه وما خدش معاكي وقت في السوا، عشان كمان احنا مبوشينه لمده 10 دقايق، والرز كل ما يبوش بالذات المصري بتلاقيه بيتهري معاكي بسرعه ويعجن بسرعه. احنا عايزين نوصل للطريقه دي. خلاص كده عندي هنا بقى بتبداي ايه، عندي كيلو من الحليب وكوبايه من السكر، عليهم علبه قشطه او وش الحليب. انا بصراحه عندي وش حليب. هنا خلاص جبت عندي ظرفين من الفانيليا بيخلوا عندك الرز بلبن في حته تانية خالص، طعمهم بيبقى حلو قوي قوي. عندي كمان هنا معلقتين من النشا وهو اللي هيظبط معايا الرز بلبن. خلاص كده الرز بلبن هنا بعد ما هديت النار، بعد ما داب معايا خالص، ضفت عندي كمية الحليب اللي هو الكيلو بس، خليت عندي زي نص كوباية كده من الحليب عشان هدوب عندي فيهم النشا. خلاص كده هنا بقلب، وانا بقلب بالمعلقة وببدأ ايه، اهرس هرستين كده عشان اللي عندي الرز يدوب اكتر واكتر. تحسي ان انتي عاملة مهلبية بس ايه، فيها حبيبات كده مكلكعة، حاجات بسيطة، اللي هي عامله شبه الخرز كده، حاجات بسيطه دي مهلبيه. ده عايزه اقول لكم بقى طعمها حلو قوي لما تهرسي الرز كده وانت بتقلبي فيه. ضفت عندي هنا معلقتين من النشا وقلبتهم كويس جدا، وهضيف عليه السكر عشان هنا وانا بقلب السكر طبعا ده حاجه براحتك انت، تقللي تكتري ترجع لك انت وحسب رغبتك. احنا بنحبه يعني ولا مسكر قوي ولا يعني مظبوط، حاجه كده مظبوطه. خلاص هنا كده ببدا ايه، بهرس كده بعد ما قلبت السكر وداب معايا، ورحت نزلت عندي بربع كوبايه من الحليب وعليهم معلقتين من النشا اللي احنا قلبناهم مع بعض كويس جدا. هنا بقى واحنا بنكب الحليب النشا، ايد تقلب وايد بتكب. ليه؟ عشان ما يكلكعش معايا لما بقى فيه حرارة كده سخنة وهو ساقع بتبقى ايه، يكلكع معاكي. لا احنا نقلب كده بسرعة على طول. عندي هنا يعني قولي نص كوباية كده من القشطة او الكريمة، اللي حابة يعني تشتريها من بره، او لو عندك بتاعة وش الحليب مفيش اي مشكلة. حطيت هنا اخر حاجة ظرفين الفانيليا عشان يدوا الريحة معانا الحلوة اللي تقعد تبقى ثابتة معانا. خلاص هنا حطيت، دقت بصراحه، رحت لقيت عايز شويه سكر تاني، رحت حطاهم وهم والسخن كده عشان السكر طبعا عشان سكر تومين يدوب معايا. خلاص كده الرز عندي هنا بيبدا يعمل فرقعات الصغيره دي، تروحي طافيه النار على طول. عشان كده خلاص الرز بتاعنا طلعت كده حاجه كده تحفه بجد. شايفين بقى الجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه بجد حلوه قوي. في المدارس بقى كل سنه وانتم طيبين، خلاص المدارس على الابواب. طبعا هي حلوه قوي بقى في الفطار الصبح لما الاولاد كده تبقى يعني مستعجلين كده، كوبايه رز بلبن او كاس كده زي ما انتوا يعني تحبوا تقدموا في الرز بلبن بتاعكم، مفيش اي مشكله. انا حبيت اقدمه بصراحه في كاسات كده، او في كوبايات صغيره، او في طبقه صغيره وكده، عشان ايه الاولاد يعني اللي عايز تاني ياخد. خلاص كده عملت هنا اول حاجه صبيتهم، وهنا مش عايزينه يعني يسقع معانا في الحله عشان ما يجمدش معايا. تصبي على طول في الكاسات بتاعتك. وهنا بقى عملت الطريقه دي اللي احنا هندخله في الفرن. عايزه اقول لكم تحلفي اللي انت بتاكليه من كافيه، حاجه كده تحفه بجد. اللي هو في الطواجن جميل قوي قوي. طبعا لو حابه بقى عملنا الرز بلبن اللي هو الساقع والسخن، حاجه كده تحفه. لو حابه كمان اللي في الطواجن تسقعيه بجد بقى حلو قوي. كنت مولعه الشوايه سبتها تسخن كويس جدا لغايه لما خلصت الطواجن بتاعتي الجميله دي. تروحي هنا بقى عشان عندي الرز بلبن يكرمل كده وياخد اللون الجميل بسرعه، هتحطي حبه سكر كده من فوق وتروحي رشهم كده. طيب مش حابه تحطي سكر، ممكن تحطي قشطه، ممكن كمان تحطي حليب كده تدهني او سمنه، مفيش ايه مشكله، كله هيحمر معاكي الرز بلبن ويبقى حلو قوي. انا حبيت بصراحه احط له السكر عشان يكرمل معايا كده من فوق، وهياخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. خلاص هنا ببدأ ازين اللي هو اللي احنا هنسقعوه بقى ساقع ده. خليته هنا عندي بعد ما برد كده حاجات بسيطة، ورحت ايه، حطيت عندي الجوز الزبيب، وبعد كده في النص كده احط شوية سوداني كده حلوين، بيدي ايه، ريحة حلوة كده وطعم بيبقى جميل قوي. لما الاولاد بتفرح بالتزيين والحاجات البسيطة دي يبقى تفرح بيها قوي. وعملنا الرعين بقى النهاردة رز بلبن، حاجة كده اللهم بارك. لو عجبكم بقى
اوعوا بالله عليكم تنسوني في اللايك من ايديكم الحلوه واشتركوا في القناه. خلاص كده خلصت. بصوا الكميه ما شاء الله، كوبايه ونص من عندي الرز وكيلو من الحليب. عملت اكبر كمية من الرز بلبن، وعملنا كمان النوعين. طلع معايا بقى اللي في الطواجن حاجة كده ريحتها يا بنات خطيرة. احنا طبعا الرز بلبن مستوي عندنا، احنا يا دوبك على الشواية على طول هياخد اللون الجميل وهتطلعيه بألف هنا وشفا. حاجة كده تحفة بجد. عايزة اقول لكم الطاجن ده بيتباع بقد كده بره، طب وليه احنا نعملوه في بيتنا؟ وعملنا كمان كاسات حلوة قوي، عملنا كمية كبيرة جدا من كوباية ونص بس من الرز وكيلو من الحليب، والتزيين طبعا والسكر وكل حاجه متوفره عندنا ان شاء الله. خلاص كده قدمناه بالشكل ده. وعايزه اقول لكم وهوريكم دلوقتي القوام كريمي ازاي من جوه، وحاجه كده بتدوب دوب كده، حاجه كده تحفه بجد. شايفين؟ عايزه اقول لكم ايه رايكم بقى في الجمال؟ لو عجبكم اوعوا تنسوني لايك بالله عليكم يا جماعه. والناس كتيره بلاقيها بتحط الكومنت وما بتحطش اللايك. بالله عليكم يا جماعه حطوا اللايك عشان القناه تكبر بيكم وابقى احلى عيله في الدنيا. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ شايفين بقى؟ بصوا اللي في المعلقه حاجه كده تحلفي اللي انت بتاكلي مهلبيه، بتاكلي مع ايس كريم، حاجه كده تحفه بجد. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم اوعوا تنسوني بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. واستنوني الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هنعمل حاجات حلوه على قد ايدينا، وكل حاجه هنعملوها تكون متوفره عندنا في البيت ان شاء الله. وهنعمل كل حاجه بتاعه المدرسه من النهارده، مش هنشتروا حاجه تاني من بره. بس اسمعوا عندي القناه واشتركوا وهتستفادوا منها حاجات كتير وعلى قد ايدينا، وكل حاجه بنعملوها بسيطه ومش مكلفه كمان. بس كده كان فيديو النهارده، واستنوني الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هنعمل عندنا وصفات المدارس، العيش فينو والكايزر، وهنعمل حاجات حلوه كده عشان مش هنخلي الاولاد تاكل حاجه بره احنا مش ضامنين اصلا بيعملوا فيها ايه. احنا بنضمن حاجتنا في البيت ونظافتها وجولتها، وكل حاجة عملناها في البيت على قد ايدينا، وكل حاجة بنعملوها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك من ايديكم الحلوة، والسلام عليكم.